نكمل باقي الآثار بتاعتنا. منطقة أبو مينا ده مكان أثري موجود عندنا في اسكندرية، مكان أثري وديني قديم جدًا اسمه أبو مينا. بس يعني هاقول لكم معلومة ما حدش هيقولها لكم غير بنت الفراعنة. المكان ده يا خسارة الأرض هناك تعبانة وبتغرق، فاليونسكو قلقانة عليها لإن المَيَّة الجوفية بدأت تاكل التربة والمباني بتاعة المكان ده، فبتحاول تلحقها بسرعة. تمام؟ فبيقول لي بتمثل منطقة أبو مينا مزيجًا من الحضارات القديمة، فيها حضارات كتير، الحضارات اللي إحنا لسه كاتبينها فوق. تقع فين؟ تقع جنوب غرب مدينة الإسكندرية، جنوب غرب مدينة الإسكندرية. وللعلم المنطقة دي موجودة من أيام الحضارة الرومانية، أيام ما كانوا الرومان موجودين في مصر وبيعملوا حضارات. تمام؟ دي مش مجرد بيوت قديمة، دي كانت مزار عالمي وديني. بتضم بقايا الكنائس والأديرة والمنازل دي. مش مجرد يعني بقايا لكنايس وأديرة ومنازل. طب ليه اليونسكو بتهتم بيها؟ بتهتم بيها لأن هي فيها مجمع كنايس كبير وأديرة ومباني أثرية، حاجات تحفة كده بتحكي تاريخ فترات مهمة قوي في التاريخ بتاع مصر. الحاجات دي موجودة حول قبر القديس مار مينا، مار مينا. تمام؟ فمنطقة أبو مينا موجودة بتضم مزيج من الحضارات اتعملت أيام الحضارة الرومانية، تقع جنوب غرب مدينة الإسكندرية، فيها بقايا كنائس وأديرة ومنازل حول قبر القديس مار مينا. تمام؟ هدخل بعد كده على دير سانت كاترين. دير سانت كاترين كلنا سمعنا اسم جبل سانت كاترين. جبل سانت كاترين موجود في محافظة جنوب سيناء، ودير سانت كاترين هو كمان موجود في محافظة في محافظة جنوب سيناء، تحديدا بالظبط جنب جبل اسمه جبل موسى، وده المكان اللي سيدنا موسى كلم فيه ربنا. فتخيلوا بقى يعني قد ايه المكان ده طاهر ومقدس. بيقول لي يعد دير سانت كاترين من اقدم الاديره في العالم، يعني مش مجرد قديم وبس، ده اقدم واحد في العالم كله، اتبنى من الاف السنين ولسه واقف وشامخ لحد النهارده. تمثل منطقة كاترين أهمية كبيرة للديانات السماوية الثلاثة، يعني المكان ده مهم للجميع، مسلمين مسيحيين يهود، الثلاث ديانات السماوية الكل بيروح هناك يزور المكان ويتبارك بيه. وده بيعلمنا إن مصر بلد التسامح والوحدة، كلنا واحد وكلنا مع بعض. في هنا عندي معلومة إسرائيلية. معلومة إسرائيلية يعني معلومة مش للحفظ ولكن أحب تعرفوها. منظمة اليونسكو في الستينات عملت حملة دولية عشان تنقذ معبدي أبو سمبل. بعد ما بنينا السد العالي، المعبدين دول كانوا هيغرقوا بسبب المياه اللي اتحوشت ورا السد العالي، فعملوا ايه؟ قاموا بتفكيك المعبدين ونقلوهم لموقع مرتفع عشان يصبح مثال عالمي للتعاون ومثال عالمي لشطارة منظمة اليونسكو واحفظها فعلا على الآثار. هدخل بعد كده على مدينة القاهرة التاريخية. القاهرة دي بقى مش عاصمة زحمة وخلاص، دي واحدة من أكبر وأهم المدن التراثية في العالم كله، لأنها كانت عاصمة لمصر في عصور كتير، وكل ملك أو كل حاكم جه بنى فيها ساب فيها بصمة، بنى فيها بصمة خاصة بيه ومعلم تاريخي خاص بيه. فبنقول اتوسعت المدينة دي، تضم مدن وعواصم إسلامية قديمة زي الفسطاط، مدينة الفسطاط ومدينة العسكر ومدينة القطائع. دي مدن موجودة جوه مدينة القاهرة التاريخية. طيب، تشمل المدينة العديد من الآثار الإسلامية زي إيه؟ مقياس النيل ده بيقيس نسبة المية. بصوا المصريين بقى كانوا عادلين ازاي، بيشوفوا المية لو قليلة يبقى الناس هتزرع السنة دي قليل، فالدولة تاخد منهم ضرائب قليلة. طب لو المية كتير يبقى انتوا هتزرعوا كتير فخلاص بقى ناخد منكم ضرائب. فيها كمان مسجد اسمه مسجد عمرو بن العاص، فيها جامع اسمه احمد ابن طولون، فيها اثار قبطيه زي الكنيسه المعلقه. كده احنا شفنا فيها اثار اسلاميه واثار كمان ايه، قبطيه. وفي معلومات احنا عارفينها من الاول عن جامع عمرو بن العاص، ده اول جامع في مصر وافريقيا كلها. طب جامع احمد بن طولون انا قلت لكم اتفرجوا عليه على النت، ده ليه مأذنه كده ملويه مشهوره، ملتويه كده مشهوره. تمام؟ والكنيسه المعلقه برضو قلنا ان هي مبنيه على بقايا برجين. فمدينه القاهره دي فيها
شوارع لحد دلوقتي كمان لسه محتفظة بأسامي الحرف التراثية اللي كانت فيها من مئات السنين، زي منطقة مثلا اسمها الخيامية دي بتاعت قماش، أو منطقة النحاسين دول بتوع نحاس. يعني المدينة دي تاريخ بيمشي على رجله لحد النهاردة. أهمية المواقع التراثية دي، هي المواقع دي مهمة في إيه؟ ليها أهميتين: أهمية اقتصادية، يبقى بتدخل لنا فلوس، مصدر دخل وفرص عمل، وأهمية حضارية بتعرفنا تاريخنا والحضارات بتاعتنا. فلما أقول لك أهمية حضارية، يعني الأماكن دي بتعرفنا أجدادنا كانوا بيفكروا إزاي وبنوا الحاجات دي إزاي، وبتخلينا نفتخر بيهم. فإيه أهمية المواقع التراثية؟ بتساعد على دراسة وفهم التاريخ المصري، تعرفك الناس دي كانت عملت الحاجات الجامدة دي إزاي، وبتخليك تفهم تاريخك وتفتخر بيه كمان. طيب، أهمية اقتصادية، بتوفر فرص عمل للشباب في مجال السياحة. سبوبة، المواقع دي فاتحة بيوت ناس كتير شغل. طيب، بتساهم في كمان في زيادة الدخل القومي، مع أصل السياح بيدفعوا عملة أجنبية، بيدفعوا فلوس وبالدولار أو بعملات بلادهم، والفلوس دي الدولة بتاخدها تبني بيها بقى مدارس وتطور طرق وتطور مستشفيات وتشهيصنا خالص. تمام. طب رقم 3 عندي بيقول لي اهتمام الدولة بمواقع التراث العالمي. بلدنا قامت بمجهودات كبيرة عشان تحافظ على مواقع التراث العالمي وتحميها وتطورها. اديني مثال على الكلام ده يا ميس. هقول لك مشروع اسمه مشروع الصوت والضوء. الدولة عملت عروض، يعني ليزر بقى واصوات بتحكي تاريخ بناء الاهرامات. هي بدات من بناء الاهرامات، بدات الفكره دي من منطقه اهرامات الجيزه. اول عرض اتعمل كان فيها. تمام. بتحكي بقى تاريخ الاهرامات وابو الهول بلغات كتيره قوي، عشان السياح بتقعد كده تستمتع بالليل وهو بيسمع الحكايه والقصه دي. خلاص. فبيقول لي المحتوى هي عروض ليليه تحكي تاريخ المنطقه واثارها باسلوب شيق. الميزه بتقدم بعده لغات عالميه لخدمه السياح عشان كل السياح يفهموا. وتم تنفيذ هذه الفكرة في مناطق أثرية أخرى زي الكرنك وفيلة وابو سمبل، بتتنفذ برضو بنفس الطريقة في أكتر من مكان. بس البداية كانت منين؟ كانت من منطقة أهرامات الجيزة. عندي كمان تطوير طريق الكباش. الموقع طريق الكباش ده موجود في محافظة الأقصر، ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر. ده طريق طوله 2700 متر. الدولة صلحت الكباش اللي على طول الطريق اللي هي في الجنبين زي ما انتم شايفين في الصورة كده، وخلت السياح يحسوا ان هم وهم ماشيين يعني في النص كده كأنهم ملوك ماشيين. تمام. وتم تطوير وافتتاح هذا الطريق عالميا في حفل كبير جدا 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 سنة 2021. والهدف زي ما قلت لكم إحياء أقدم طريق احتفالي عشان يكون أكبر متحف مفتوح. ولما جبنا سيرة المحافظة الأقصر أو مدينة طيبة زمان، قلنا إن هي تعتبر إيه؟ متحف مفتوح. خلص الدرس القمر بتاعنا سنة رابعة. شدوا حيلكم عشان عندكم امتحان عليه. أشوفكم على خير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.